سفر أشعياء وأصحاح 6 من عدد 1 لعدد 8 في لقاء حدث بين أشعياء النبي وبين الرب. يقول: في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال. الرؤية دي اللي شافها أشعياء كان في زمن فقد فيه عزية، وعزية كان قريب وصديق ليه، وشعر بفقدان شخص ليه سلطان وبيشعر معاه بالأمان. لكن الرب أعلن ذاته لأشعياء وقال له: أنا السيد، أنا أدوناي، أنا اللي ليا السلطان والسيادة، واللي هظل ليا السلطان والسيادة إلى النهاية. والمشهد دوت، الرؤية ديت، لما شاف أشعياء الرب الحقيقة شعر إنه ناجس الشفتين ويسكن وسط شعب ناجس الشفتين. وباقي الرؤية بيقول لنا الكتاب إنه في واحد من السرافيم طار وجاب جمرة من على المذبح ومس بيها شفتيه، فانتزع اسم أشعياء، وسمع صوت السيد وهو بيقول: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقال: ها أنا ذا، ارسلني. في هذه الرؤية حصل تغير في أشعياء، لأنه ابتدى يدرك أنه السيد اللي ليه السلطان الحقيقي اللي يقول فيكون هو الرب شخصيا. وفي اللقاء ده حصل تغيير في حياة أشعياء، حصل تنقية وإعداد ليه للإرسالية. وعايز شجعك، السيد يريد أن يرسل أبناء ليه لإتمام مقاصده في الأرض. الرب بيبحث عنك وعاوز يرسلك، والنهاردة بشجعك افتح قلبك ليه، سيبه ينقيك ويقدسك ويطهرك ويعدك، وتسمع صوته وهو بيقول: من أرسل، ويبقى عندك إجابة النهاردة: ها أنا ذا، ارسلني. يا رب، ماذا تريد مني أن أفعل؟ والرب هيقودك ويرسلك وهيستخدمك عشان تتمم خطته ومقاصده لوسط شعبه ووسط البلد اللي انت موجود فيها. أنا أثق أن أدوناي السيد له مقاصد رائعة لحياتك، وسيرسلك لتكون بركة لكثيرين. آمين. في نفس السنة اللي مات فيها ملك يهوذا عزية، شفت رؤية وأنا صاحي. كنت في الهيكل وشفت الله السيد الملك الحقيقي كان قاعد على عرش عالي، وأطراف عبايته كانت طويلة وواسعة ومالية الهيكل. كان حواليه ملائكة السرافيم، ودول كائنات سماوية بتعبد الله وتمدحه. كل واحد فيهم عنده 6 أجنحة، 2 بيغطي بيهم وشه لأنه قدام بهاء الله ونوره صعب يشوفه، و2 بيغطي بيهم رجليه، و2 بيطير بيهم. كل واحد فيهم كان بينادي على التاني ويقول: قدوس 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 الله القدير اللي مجده يملى كل الأرض. وحصل زلزال واتهزت أساسات الأبواب بسبب صوت اللي بينادي قدوس، واتملى الهيكل بالدخان. ساعتها اترعبت لأني حسيت بنجاستي، وقلت أنا هشوف الويل، لأني هضيع وهموت، لأني شفايفي مش طاهرة وساكن وسط شعب مش طاهر. وبالرغم من كده شفت الله القدير. ومعروف إن أي حد بيشوف الله بيموت. وسط ضياعي طار واحد من السرافيم وجاب بملقاط كبير حتة نار مولعة من على المذبح، ولمس بالنار شفايفي، والغريبة إنها ما اتحرقتش. ده الملاك قال لي: لأن النار لمست بقك فتشال الذنب بتاعك وخطيتك اتمسحت. وبعدين سمعت صوت الله بيقول لي: يا ترى أبعت مين اللي هيعلن الرسالة بتاعتي لشعبي؟ رديت وقلت له: أنا هو، ابعتني. حسيت إنه بعد ما طهرني كأنه جهزني أنفذ المهمة وأكون خاضع لله السيد الملك اللي مفيش في عظمته ولا سلطانه. أدوناي.
أسماء الرب الرائعة أدوناي السيد. أول مرة نشوف الاسم ده في تكوين أصحاح 15 وعدد 2، وأبونا إبراهيم بيتكلم مع الرب السيد الذي له السلطان. أدوناي تعني الذي له السلطان والسيادة، المهيمن، المسيطر على الأحداث وعلى كل ما يدور. وهذا الإعلان مغير للحياة لما تؤمن بأن الرب هو الذي له السلطان، له الكلمة الأخيرة، هو اللي يقول فيكون، يأمر فيصير. هذا الإيمان يملأك بالسلام والطمأنينة. هذا الإيمان يشجعك عندما تقابل مع تحديات في الحياة. وأنا عايز أشجعك بالإعلان ده النهاردة. أنت مش صدفة بتسمع الكلام ده. الرب عاوز يقول لك أنت مش لعبة في إيد إبليس ولا الناس. محدش يقدر يعمل حاجة في حياتك بدون إذن من الرب. هو السيد، هو اللي يقول فيكون. وده يخليك تمتلئ بالطمأنينة النهاردة. واعلن إيمانك بيه النهاردة وقول له أيوة أنت السيد، وقرر إنك تخضع ليه وتقول مع كاتب مزمور 16: قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. أنا بختارك تكون أنت السيد على حياتي، وأعلن سلطانك كالسيد أدوناي اللي بتصدر أمر فيحصل. أنت اللي تقول فيكون. لا دخول للبشر في حياتي، لا إعاقات للناس ولا أذى يأتي لي من إبليس أو الناس. إلهي له السلطان، إلهي له السيادة. وتقدر ترنم مع كاتب مزمور 68: الله لنا إله خلاص، وعند الرب السيد للموت مخارج. حتى لو وصلت لأصعب حتة للموت يقدر ينقذك، وعنده مخارج مش مخرج واحد. اطمن لسلطانه وسيادته. ولو بتعدي بموقف صعب اعلن دلوقتي: أدوناي السيد هو الذي له السلطان، هو الذي يقول كلمته الأخيرة في المشهد اللي أنا موجود فيه، وسترى عظمة إلهك القادر على كل شيء. آمين.